السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. نبدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي، هون اليوم الثاني من يوم العيد. حبيت أعملكم روتين صباحي وكيف نقوم وكيف شو عم نعمل الصبح وشو بنشتغل وعاداتنا بسوريا بشكل عام. طبعا أنا كان امبارح عندي ضيوف وظلوا تأخروا لآخر الليل، وما حسنت أعمل ولا شغلة بالبيت غير أني أجلي الجليات وبس. أهم شي الجلي. إذا الجلي بيخلص البيت كله بيخلص معه. طبعا أنا بيتي على قد الحال وما عندي هالشي اللي الهاي اللي بدي افرشه بالبيت او شي. انا بيتي على قد حالي وانا رضيانة والحمد لله. والقناعة فعلا كنز لا يفنى، الحمد لله. والحمد لله مقتنعة بحالي وبحياتي. واهم شي بالدنيا هي الصحة والسلامة. هاي اكبر سعادة بيملكها الانسان بحياته، وان شاء الله يشفي كل مريض ويغني كل فقير ويعوض كل محتاج ويعوض كل محروم يا رب، ويطعم كل مشتهي الذرية الصالحة. هاي أهم شي بالدنيا يا جماعة، والحمد لله رب العالمين. هون أول ما في بكنس الغرفة اللي رح نقعد فيها أو نفطر فيها. بكنسها منيح وبقعد بنفطر بأوضة القعدة. هاي أيام العيد بس. باقي الأيام أو برمضان كمان بنفطر أوضة القعدة لحتى نشوف المسلسلات ونتفرج على التلفزيون. بس باقي الأيام بنفطر بالمطبخ، بيكون أنظف وأحسن. نحنا بيتنا عربي، وهون كالعادة الصبح ما كان في كهرباء، وبسوريا معروف إنه الصبح ما في كهرباء، فنضطر نكنس بالمكنسة العادية لحتى بعدين تيجي الكهرباء، وبنكنس بالمكنسة الكهربائية. بالحالتين بنكنسها يعني. وهو البيت الحمد لله كان نظيف وكل شي نظيف، بس انه في ورق وقشور بزر وهيك شغلات. طبعا نحن ما رح نقعد وناكل على الوسخ. رح ننظف اول شي وبعدين نقعد ونفطر على رواق واحسن وانظف. هون كنت حطيت الفطور ودقة بالباب، وبابا اجا بوقتها، والحمد لله انه اجا وفطر عنا. انا امي بالعراق الحالي الوقت الحالي هي بالعراق، وهي هنيك عم تعمل إقامة إن شاء الله وراح ترجع، لأنه أبي قاعد لحاله. فنحن على طول بنعزمه، سواء كان فطور أو غدا. أحيانا بنناديه وما بنخليه يروح، بنحكي معه بنجيبه وما بنخليه يروح ليفطر ويتغدى ويتعشى. وبدنا إياه ينام كمان، بس هو ما بيحب النوم لحال، لأنه هو رجال كبير تعود على الراحة والهدوء. هو تعود على الهدوء، وأنا عندي أولادي بشاغبوا كتير، خصوصي ابني الله يخلي لي إياه ويخلي لكم أولادكم يا رب. فالأولاد عادة الصبيان بيكونوا مشاغبين أكتر من البنات، وبالحالتين الله يخليهم ويحميهم ويخلي لكم أولادكم ويحميهم يا رب. وهون كمان بغرفة النوم الحمد لله أولادي من كان تنظيف الأوضة، بس هن أول ما فاقوا راحوا غيروا تيابهم ونزلوا على الشارع وصاروا يلعبوا بالشارع هن ورفقاتهم. الدنيا عيد ومبسوطين بالعيد، ونحن كمان كنا هيك، وإن شاء الله الجيل الجاي كمان يكون هيك، وإن شاء الله ما بننسى عاداتنا وتقاليدنا. هو والله البيت نظيف يا جماعة، والسجاد نظيف وكل شي نظيف، بس الكركبة مفروض منا يعني. في كل بيت بيصير كركبة وبيصير في وراء وهيك وشغلات بعترة كالعادة من الأولاد إجباري، أوضتهم وبيحبوا يلعبوا فيها ويخربوا. أحيانا ما بخليهم ينزلوا على الشارع،
لأنه الوضع معروف عنا كيف. وأحيانا إذا بخليهم كمان براقبهم، يعني كل شوي طلع عليهم وبشوفهم، وهن الحمد لله ما بيروحوا بعيد. وأنا على طول بخوفهم إنه لا تروحوا، إنه في كذا كذا بالشارع التاني، لا تروحوا وخليكن هون ولا تبعدوا. والحمد لله بيسمعوا الكلام وبيخافوا. وأولادنا اتولدوا في حرب يا جماعة، وصاروا يخافوا، يعني يبعدوا عن البيت لو حتى 10 أمتار ما بيبعدوا. هن جيل يعني الله يعينهم. يعني نحن كنا كيف عايشين وهن كيف عايشين. إن شاء الله الله بيكبرون وبينسوا الحرب وبتخلص هاي الحرب يا رب، ويرجع كل مغترب، وإن شاء الله يعم الأمن والأمان هون يا رب، وترجع أيامنا السورية القديمة مثل أول وأحسن إن شاء الله. والحمد لله هي يعني عم ترجع يوم عن يوم، عم يرجع كل شيء مثل ما كان، ويوم عن يوم عم نرجع لعاداتنا القديمة. والأيام رمضان صارت ترجع مثل قبل. مرقت علينا أيام حتى برمضان ما كنا نحس فيه يا جماعة، كنا صايمين بس ما كنا نحس فيه. كانت حرب وكل يوم شكل وغلا، وهلأ غلا، بس إنه شو ما في. الحمد لله هديت الحرب، وصارت بس الحرب الوحيدة اللي عنا هلأ هي الحصار، إن نحن محاصرين. وحتى اليوتيوب أنا عم صور هلأ، يعني عم نزل كل شيء، بس عنا حظر يعني ما في حساب، ما بقدر أعمل حساب هون. والحمد لله الله بيعين إن شاء الله، الله بيعين وبيفرج علينا وعلى جميع العباد يا رب. وهون أول شيء بعد ما فطرنا وشلت كل شيء من الأرض، جوزي كالعادة ضل يشرب شاي وأبي بيدخن. وأنا حطيت أول شيء وجبة تياب الأولاد بالغسالة، وهلأ راح بلش بالجليات. والحمد لله اليوم الأول من العيد خلص الغاز يا جماعة، خلص الغاز من عندي ورجعت للببور. الحمد لله الحمد لله إنه في عندي ببور، يعني ما بضطر أني أعمل على النار أو هيك شيء الحمد لله. والمؤذن رفع الأذان، أذان الظهر. هلا أنا وقد ما أحكي ما راح يخلص الكلام، وقد ما الله أكبر، العزة لله، بعرف إني وأشهد أن لا دوختكم إله إلا الله، وأشهد أن محمدا وحكيت عبده ورسوله. كتير، وإن شاء الله بالأيام القادمة راح نعمل طبعا أنا هون شغلات كتير رتبت حلوة. شوي الأغراض في شغلات كتير تطلع باليوتيوب الناس ما بتعرف كيف تعملها أو ما بتعرف شو تستخدمها في هون بسوريا. راح أعملها إن شاء الله، بيعمل لنا مشكلة لما وفرجيكم النتيجة إن شاء الله. بعد كم يوم أنا راح أعمل فيديو إن شاء الله راح يستفادوا منه كل السوريين إن شاء الله بإذن الله. ولازم كل يوم هي شغلة، هي منظفات، نوع من المنظفات. الله بيعيننا على هالحال يا رب، الله بيعيننا على هالحال. تشوفيها كتير على اليوتيوب وانت ما بتقدري تعمليها في البيت وما بتعرفي شو بتحطي لها، ما بتعرفي شو يسموها هون عندنا حتى لو إن شاء الله راح أعملها وراح نزلكم كل يعني نشوف من غير دول حتى كل شيء، يعني مواصفات لها، أسوأ منا، وعايشة كل الوصفات تبعها والحمد لله بالحرف إن شاء الله، وراح تستفادوا منها كلكم. هي شغلة بتنظف المطبخ بتلمعها يعني ما زلنا يعني إنه كتير حلوة، وأنا جربتها وإن شاء الله ما بننسى تقاليدنا رح نزل لكم إياها ومكملين إن شاء الله. بس أخلصها من أزمة هاي العيد والضيوف إن شاء الله رح أعملها ورح تستفادوا كلكم منها بإذن الله إن شاء الله. واهم شيء انه ان شاء الله يرجع كل مغترب ونشوف مو بس اعمل روتينات يا جماعه، بحب انه تستفادوا انتم كمان من الشغل اللي عم بعمله ومن الشغلات اللي عم بعملها بالبيت. بحب تستفادوا في كثير بنات متجوزين جديد وشوف ما بيعرفوا يعملوا شيء، حتى لو كيف عم تكبر. وفي بنات يعني ما بتعرف تقلي حتى بيضة وتجوزت اللي بيعملوها، وحب الاشياء اللي بيعملوها. فانا عملت هاي القناه وحب التراث اللي بيقدموه، انه اعلم الناس وانا كمان اتعلم منكم جديده ومودرن. واذا في اي ملاحظه اكتبوا لي بالكومنتات ودعموني. بحب الشغلات، بحب القنوات القديمه لحتى تكبر قناتي فيكم ان شاء الله. الحمد لله صارنا هلا وصلنا فوق ال100 اخ واخت ان شاء الله باذن الله، ونحن كيف عايشين ان شاء الله بتكبر وان شاء الله بنوصل ال1000 لحتى تدفع على القناه
ولحتى يشوفوني نصنع من أكثر ولا عدد شيء كل من شيء. الأخوة لوين ما يعني كانوا، سوريين الحمد لله وين ما سواء كان رحنا بسوريا أو رفعنا بالعراق راس أو بمصر بلدنا أو بالأردن أو بالسعودية أو بالكويت. باستثناء يعني بعض الشغلات بعض أنا بحب الأشياء. كل البلدان نحن العربية يا جماعة، الأغلبية فينا بيعمل من ولا شيء كل كلهم شيء يا أخواتي جماعة. بإذن الله. والحمد لله وين ما رحنا رفعنا راس بلدنا. أحيانا بشوف قنوات وحتى بتركيا أنا عشت بالبلدان سنتين، العربية بقول كان بنفسي يا في ريت أقدر الأتراك ما بيعرفوا أسافر يحكوا عربي، أكلهم ما بيعرفوا وشوف يقرأوا الشغلات قرآن، الحلوة اللي عندهم، أو اشتري شغلات من عندهم، قرآن أو عاشرهم حتى يعني شيء بسيط. لو شيء بسيط بس هو كان شيء كبير البلدان بالنسبة العربية لهم، واللي كانوا وعيش بيقدروا معهم هالشيء أيامهم الحلوة وشاركهم هيك وكانوا يحبونا بشغلات ويحبوا بساطتنا. أنا بحبها، مثلا حبيت لعندي فيهم ويزوروني، بحب إني أسافر بيتي ودور ويحبوا نظافتي، يعني كثير نظافة على بيوتهم. التراث. فبيقولوا لي بحب التراث يا جماعة، ما في حدا ما بيحب التراث. بتحبوا الترتيب. في الجيل الجديد الحمد لله بفتخر هو بهالشيء، وبفتخر باني جيل يعني جيل الموبايلات لغتي وجيل العربية، كل شيء حديث. أما نحن جيل بعرف اقرا قرآن. يعني شوفوا جيل الثمانينات، جيل من التسعينات، جيل العربي او السبعينات الستينات، هدول كلنا كانوا بيصلوا ما بنحب الشغلات بيعرفوا سورة القديمة، الفاتحة، بنحب طفولتنا، الصور بنحب لما نفرح أولادنا نشوف طفولتنا فيهم. والحمد لله بنحب يعني صاروا تعلموا نعيشهم مثل ما كنا نحن عايشين. فإن شاء الله مو بس أنا، كان في كثير سوريين بيعلموا قرآن وبيعيش أولادنا بدون مثلنا مقابل وأحسن إن شاء الله يا رب. وهيك بيكون علمونا على عاداتنا خلصت وتقاليدنا. روتيني الصباحي وحبيت أعمل فنجان قهوة. لا تنسوا تدعموني باللايك يا جماعة وتشتركوا بالقناة.